ناس كتير عملت المشاتل وبتشتكي من الضعف والنمو الخضري والنموات الخضريه، والمشاتل شكلها مش حلو وفعلا ضعيفه. فانا جايب لك النهارده خلطه فعلا، خلطه تسميديه مفعوله مفعول السحر. من 5 ايام ل7 ايام هتكون مغيره معاك تغيير جذري. هنحطها ازاي ونخلطها ايه ونعمله ايه وهي ايه الخلطه دي؟ بس قبل ما اقول لك الخلطه دي، في غلطه وغلطه بفوره وغلطه الشاطر بألف، الا وهي ان انت تلجأ للكيماوي والازوت، اليوريا. في ناس تجيب مثلا لو مشتل فدان مثلا جراد ونص، يجيب لك 5 كيلو ويبادرهم، وكمان اسبوع يجي جايب 5 كيلو ويبادرهم، وكمان اسبوع يجي جايب 5 كيلو وبادرهم. يبقى خلال 10 15 يوم حتى حوالي 15 كيلو للمشتل. الماستر هيغير معانا، ايوه هيغير معاك يا باشا تغيير جذري، وهيبقى شكله حلو قوي. بس هتندم بعد كده ندم سنين. ليه؟ يدي لك لفحه القرص. زياده الازوت في ماستر جراد 15 كيلو فدان كله اصلا بياخد 100 كيلو، يعني جراد معدله 4 كيلو بالكتير. فانت ليه تشتغل وتضر نفسك؟ فانا ادي مغذيات واسمده تغير معايا، تزود معايا النمو الخضري وتنشيط الجذور، وتزود معايا الحاجات تفريعات، بس ما تضرش معايا. تعالى يلا اقول لك على خلطه عشان ما اطولش عليك. خلطه فعلا هنطبقها ازاي. اول حاجه هنشف، لو المشتل عنده عمر مثلا 10 ايام 12 يوم 15 يوم، اجي منشف المشتل بتاعي مثلا يومين او 3، تمام، عشان المشتل الرز والنباته تكون محتاجه للميه انها تشرب، مع السماد بتاعنا يبدا يغير معانا. ركز معايا كويس عشان الكلام ده هنحتاجه تاني. تمام، يبقى انا نشفت المشتل بتاعي يومين او 3، اجي جايب الكميه بتاعتي انا هحطها. هنحط يا باشمهندس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه نحطها، هنحط لتر حامض فوسفوريك، ويكون اردني ويكون مصدر موثوق فيه، يبقى لتر حامض فوسفوريك. تمام تمام. هنحط معاه ايه تاني يا باشا؟ عندنا الشكاره ديت حاجه توب التوب. الشكاره ديت مكتوب عليها سلفات زنك، بس ما هي الزنك بس، فيها زنك ومغنيسيوم ونيتروجين وحديد ومغنيسيوم وكبريت، وفيها احماض امينيه، يعني التركيبه كلها 21%. الشكاره دي هنحط منها 2 كيلو للجراد، يعني لو الفدان بتاعنا مثلا جراد او جراد ونص، 2 كيلو مع لتر الحامض. ايوه مع لتر الحامض. تمام. هنحط حاجه تانية، ايوه هنحط حاجه تانية، هنحط نص كيلو فولفيك. الفولفيك ده في فولفيك وفولفيك اسيد وفولفات بوتاسيوم، وفي احماض امينيه وفي نيتروجين وفي عناصر صغرى. الهالفيك ده من انتاج شركه هارفست، حاجه محترمه جدا. هنحط نص كيلو مع مع الحامض مع ال 2 كيلو سلفات الزنك دولت. وهنحط كمان معاهم الاندول ده اندوفال منشط جذور، هنحط 100 جرام اندول. تمام، هنحط 100 جرام اندول مع نص كيلو فولفيك مع 2 كيلو سلفات الزنك اللي هي الشكاره الجميله الحلوه ديت. تمام، هتزود معانا نمو خضر وتفريعات وداخلها احماض امينيه، حاجه حلوه خالص. وهنضيف معاهم الحامض الفوسفوريك، لتر حامض فوسفوريك. هنخلطهم مع بعض كلك ونحطهم في مدخل الميه بتاع المشتل. بسم الله ما شاء الله هتنجل معاك نجله محترمه. هتحطها النهارده خلال 5 ايام او 7 ايام هتكون مغيره معاك ان شاء الله. تمام. يبقى الخلطه بتاعتنا مجمعه، لتر حامض فوسفوريك، 2 كيلو سلفات الزنك اللي هي زنك ومغنيسيوم ونيتروجين واحماض امينيه، ومعاهم نص كيلو فولفيك. تمام، وهنضيفه 100 جرام للاندوفال منشط الجذور ده. هتلاقي شغل حلو خالص. بننشف المشتل زي ما قلنا مثلا يومين او 3، ونيجي نزود ونروي، نحط الحاجه دي كلها في خلطه برميل وسماده ونروي بيهم، ونتفرج على المشتل وجمال المشتل بعد اسبوع بالظبط من وضع الحاجات دي. بسم الله ما شاء الله. تمام، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك واستفدت حاجه، يا ريت تعمل مشاركه عشان فعلا غيرك محتاج الحاجه ديت ومحتاج ان الحاجات دي توصله، علشان فعلا ناس كتير بتعاني من ضعف المشاكل، ضعف النموات الخضريه، وضعف المجموع الجذري. فاحنا شغالين مجموع جذري، نمو خضري، زي التفريعات، بالخلطه كامله متكامله، وهتنجل معانا نجله حلوه قوي. فاتمنى تجربوها. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله. لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليقات. ما تنسناش من دعمك لينا بلايك ومشاركه الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.